السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مباراة نهائي كأس مصر اللي كانت بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. طبعا المباراة يا جماعة كانت مباراة متوسطة خالص فنيا، ما كانش فيها إثارة، ما كانش فيها متعة. طبعا وده حال أي مباراة نهائية، كل فريق من الفريقين بيبقى مش عايز إن هو يخسر المباراة، بيبقى عايز إن هو ياخد البطولة، بالذات إن هي مباراة واحدة فيصل وهتقدر إن أنت توصل بيها للكاس. طبعًا الفرقتين كانوا مذاكرين بعض كويس جدًا، كل مدير فني مقفّل على مفاتيح لعب الفريق التاني، فعشان كده شُفنا إن المباراة كانت مستواها الفني ممكن نقول عليها متوسط ويمكن أقل من المتوسط كمان. نبدأ طبعًا بتشكيل الفريقين. طبعًا النادي الأهلي بدأ بحراسة المرمى مصطفى شوبير، علي معلول طبعًا باك شمال، قلبين دفاع كل من محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، وطبعًا الباك اليمين كان محمد هاني. نُص الملعب كان فيه كل من كريم نيدفيد وعمرو السولية وإمام عاشور. وطبعًا أنا من وجهة نظري البسيطة جدًا المتواضعة، إن المباراة ديّة ما كانتش عايزة كريم نيدفيد وعمرو السولية. إمام عاشور طبعًا لا غبار عليه أو لا غناء عنه في بناء اللعب للنادي الأهلي، بيعتمد عليه بقى له فترة. ولكن كريم وليد في مركز 6 مش مركزه، مش أفضل حاجة. مباراة كبيرة زي دي كنت محتاج واحد زي مروان عطية يقدر يقفل لك الدفاع كويس جدًا، ويقدر كمان إن هو يبني لك اللعب ويطلع بالهجمات لقدام. وعمرو السولية طبعًا هو بيلعب رقم 8، كان عنده واجبات دفاعية طبعًا مع اللاعب الكبير عبد الله السعيد، وكان المفروض برضه إن هو يطلع بأدوار هجومية لبناء اللعب، وإن هو يطلع باللعب لقدام. طبعًا هو قدر إن هو يعمل الجانب الدفاعي كويس جدًا مع عبد الله السعيد وما حسيناش بيه في المباراة. ولكن للأسف الواجبات الهجومية غابت جدًا عنه، وطبعًا ده برضه هنقدر نقول إن هو بسبب اللياقة وعامل السِن وكل الكلام ده. كان عندنا بعد كده جناحين، كل من حسين الشحات جناح شمال وبيرسي تاو جناح يمين، وكان عندنا طبعًا رأس الحربة كهربا. نادي الزمالك بدأ النهارده في المباراة ديّة بالحارس محمد عواد، كان عنده طبعًا باك شمال أحمد فتوح، وقلبين دفاع كل من حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي بيثبّتوا أقدامهم في المركز ده مع المدير الفني جوميز. وكان طبعًا باك يمين عمر جابر، وكان قدّامه طبعًا عبد الله السعيد، وطبعًا دونجا المتألق، ومعاهم يوسف أوباما، وجناحين طبعًا يمين أحمد سيد زيزو، شمال مصطفى شلبي اللي كان متألق في المباراة ديّة، وكان رأس الحربة كان ناصر منسي. طبعًا برضه من وجهة نظري المتواضعة التشكيلة كويسة جدًا، ولكن كنا محتاجين سيف الدين الجزيري، لاعب شوية عنده خبرات، لعب قبل كده مباراة أهلي وزمالك. أمّا ناصر منسي يعني للأسف ما كانش ينفع إن إحنا نبدأ بيه المباراة دي، ممكن يكون تغيير بعد كده. طبعًا بدأت المباراة أول 20 دقيقة كده استحواذ من الأهلي ما فيهوش أي خطورة، بس مجرد إن هو ماسك الكورة، باستثناء طبعًا في الدقيقة 13 هجمة للمتألق أحمد السيد زيزو، نتيجة زحلقة حسين الشحات في نُص الملعب. بياخدها أحمد السيد وبيروح وسطيه 3 لعيبة من النادي الأهلي ما يقدروش يعملوا حاجة، وبيشوط كورة جميلة جدًا، لولا تألق طبعًا الحارس مصطفى شوبير كان زمانها هدف أول لنادي الزمالك، وهي طبعًا الهجمة الأولى للفريقين عمومًا في المباراة. وطبعًا مصطفى شوبير بقى له فترة كبيرة جدًا متألق، وكان ليه طبعًا نسبة كبيرة جدًا في الفوز النادي الأهلي بنهائي كأس مصر. طبعًا حسين الشحات هو واحد من مفاتيح لعب النادي الأهلي اللي كان مستر كولر بيعتمد عليه في بناء اللعب. قدر بصراحة مستر جوزيه جوميز إن هو يراقبه رقابة كويسة جدًا من عمر جابر، كان معاه زي ضِلّه زي ما بيقولوا. اللاعب طبعًا بدأ إن هو عشان يهرب من الرقابة دي ينزل في نُص الملعب. وبرضه بنزوله نُص الملعب كان عمر جابر بينزل معاه، ما بقاش بيلعب على الطرف زي ما هو متعوّد، أو يقدر إن هو يعمل stretch للعب والملعب. فما حسّيناش بصراحة بحسين الشحات، ولمّا نزل نُص الملعب برضه لقى إن عمر جابر معاه ودونجا برضه بيقفل، فما بقاش حسين الشحات موجود تقريبًا، ما بقاش في بُنى هجمة للنادي الأهلي أو خروج بالكورة غير عن طريق إمام عاشور. وطبعًا إمام بيبقى محتاج حد يربط معاه تحت رأس الحربة عشان خاطر يقدر إن هو يطلع بالهجمة. كهربا ما كانش بينزل يستلم برضه ويعمل الدور ده مع إمام أو مع حسين الشحات، فحسينا إن النادي الأهلي مش موجود تقريبًا خلال وقت كبير جدًا من المباراة. برضه في نفس الوقت النادي الأهلي ما كانش بيقدر إن هو يطلع بالكورة غير عن طريق الكرات الطولية اللي في ضهر الدفاع. وطبعًا دفاع الزمالك مش زي دفاع يانج أفريكانز أو مش زي دفاع البلدية، دفاع صلب، فقدر إن هو ما تروحش عليه أو اللعبة دي ما تعدّيش منّه. فطبعًا شُفنا النادي الأهلي تقريبًا عاجز هجوميًا.
طبعًا أنا كنت شايف إن ممكن الحل زي دوّة لو هتفضل أنت بنفس الطريقة ديّة للعب الأهلي يعني، إن إحنا ممكن كنا نعمل تبديل رضا سليم بدل حسين الشحات، اللاعب أسرع شوية، كان ممكن إن هو يقدر يضرب الدفاعات بكورة طولية من اللي كان الأهلي بيعتمد عليها. طبعًا بعد الدقيقة 20 الزمالك بدأ يستحوذ على المباراة ولكن برضه دون خطورة. علي معلول تألق دفاعيًا كتير جدًا، قدر إن هو ما يخلّيش زيزو يستلم أكتر من كورة، وطبعًا فضل الحال دوّة كده لحد نهاية الشوط الأولاني. زي ما قُلنا برضه الفترة اللي استحوذ فيها الأهلي ما قدرش إن هو يبني الهجمة أو يطلع بالهجمة. كريم نيدفيد مش مركز 6، مش قادر إن هو يعمل لك الدور الهجومي، وفي نفس الوقت في الدور الدفاعي هو في أضيق الحدود بيقدر يأدي. عمرو السولية نفس الكلام، قدر بس إن هو يحجّم عبد الله السعيد، ما حسيناش بيه في المباراة خالص، ولكن دفاعيًا كان كويس زي ما قُلنا، هجوميًا ما كانش موجود. أنا طبعًا كنت شايف إن ممكن بدل كريم نيدفيد كان بدأ بمروان عطية، كان هيقدر إن هو يعمل لك الشغل الدفاعي ويطلع لك بالهجمة لقدّام. وممكن عمرو السولية كان يفضل موجود في الملعب، ولكن يعني كان هنقدر نقول إن إمام هيقوم بالأدوار الهجومية، ومروان بالأدوار الدفاعية، فكانت تمشي الأمور. أو كان ممكن برضه عمرو السولية ما يبدأش المباراة ديّة وأي حد تاني يكون موجود، وممكن كنا نلعب برضه بكريم نيدفيد هو اللي في مركز 8. كانت حاجات كتير جدًا ممكن يعملها مستر كولر، ولكن ده ما حصلش خالص لحد ما انتهى الشوط الأولاني بنتيجة 0-0. في الدقيقة 5 تقريبًا من الوقت بدل الضايع للشوط الأولاني إصابة أحمد السيد زيزو وخروجه. طبعًا نزل بعد كده شيكابالا بداية من الشوط التاني، طبعًا كان مفتاح لعب كبير جدًا لنادي الزمالك أحمد زيزو، كانت ضربة قوية لنادي الزمالك. هو كان معلول مراقبه دفاعيًا كويس وكان محجم من خطورته، ولكن كان بيقدر يهرب في كورة أو كورتين ويعمل قلق، ولولا تألق طبعًا مصطفى شوبير كان ممكن نادي الزمالك يحرز هدف في الشوط الأولاني. الشوط التاني بدأ الزمالك ماسك كورة شكله أفضل، جبهة قوية جدًا من مصطفى شلبي وطبعًا النادي الأهلي كان دفاعيًا إلى حدٍ ما صلب، ولكن برضه نادي الزمالك ما كانش فيه خطورة أو ما كانش فيه المهاجم اللي يقدر يخلّص الفرص دي والهجمات دي. استحواذ، خطورة أحسن شوية من الشوط الأولاني، ولكن برضه نفس النتيجة، إحنا مش قادرين نادي الزمالك يجيب جون أو يحرز هدف. بعد استمرار طبعًا اللعب عن طريق الجبهة ديّة اللي هي الجبهة الشمال لنادي الزمالك واليمين للنادي الأهلي. مستر كولر عمل تغيير يقدر إن هو يسند بيه شوية الأمور دفاعيًا، هو طلّع بيرسي تاو ونزّل عمر كمال، وده طبعًا عشان يقدر إن هو يخلّي عمر يدافع مع محمد هاني ويوقّف الهجمات اللي كانت جاية عن طريق شلبي اللي كان متألق في المباراة ديّة. في الدقيقة 59 مستر جوميز بيعمل تبديل تقليدي بخروج يوسف أوباما ونزول ناصر ماهر. تغيير بصراحة كان موفّق جدًا. ناصر ماهر لعيب كبير كان متألق، بدأ يعمل اللي ما كانش قادر يوسف أوباما يعمله. يوسف أوباما كان بيستنى الكرة إن هي تيجي له عشان يقدر إن هو يبني الهجمات، لأ ناصر ماهر كان بينزل لنُص الملعب يعمل محطة مع عبد الله السعيد ومع دونجا عشان يقدر إن هو يوصّل الكور لناصر منسي. شُفنا هجمات خطر جدًا من نادي الزمالك، ولو كان مستر كولر اتأخّر شوية في التغييرات بتاعته اللي قدرت تمسك نُص الملعب، كان طبعًا ممكن نادي الزمالك يجيب هدف. بعد كده قام نادي الزمالك بتغيير تاني برضه تقليدي، وهو خروج المهاجم ناصر منسي ونزول سيف الدين الجزيري. طبعًا سيف جات له أكتر من فرصة ما قدرش إن هو يستغلها، ولكن أنا كنت شايف إن سيف الجزيري لو كان موجود من أول المباراة، وبرضه بعد نزول ناصر ماهر بدأت إن في كور كتير جدًا تيجي، كان ممكن يقدر إن يترجم الموضوع ده، وطبعًا بسبب تألق دفاع الأهلي وتألق مصطفى شوبير برضه كان ممكن يكون في كلام تاني. في الدقيقة 73 النادي الأهلي بيعمل 3 تغييرات تقريبًا بيقلبوا الماتش أو بيغيّروا الموضوع. قُلنا واحد منهم اللي هو كان عمر كمال مكان بيرسي تاو، وده كان عشان يقدر يوقّف خطورة نادي الزمالك اللي كانت من الجبهة اليمين للأهلي. طبعًا طلع السولية ونزل قفشة اللي كان ليه لمسات جميلة جدًا وقدر يحرز هدف ويعمل assist رائع. وطبعًا مروان عطية مكان اللاعب كريم وليد. وطبعًا بصراحة مروان عطية نموذج لرقم 6 في الكرة الحديثة، اللي هو اللاعب اللي يقدر يقطع لك الهجمات أو يفتك الكرة، في نفس الوقت يقدر يبني لك لعب وتعمل معاه محطة كويسة جدًا. ده اللي كان بيفتقده كريم وليد، ولكن مش عايزين نظلمه، هو اللاعب مش مركزه وما لعبش في المركز ده غير مباراتين 3 واتصاب فيهم، فما نقدرش إن إحنا نحكم عليه أو نقدر نقول حاجة عنه. قفشة طبعًا كان بيعمل ضغط عالي جدًا على لعيبة الزمالك، وكان متميز جدًا في لمساته اللي كانت بتوصّل الهجمة لقدّام. دفاعيًا ممكن ما نقولش إن هو كان أفضل حاجة، ولكن طبعًا مع مروان قدرت إن الجبهة تتوازن، وما حسيناش برضه بأي خطورة لنادي الزمالك بعد التبديلات ديّة.
طبعًا في حاجة برضه في المباراة ديّة يا جماعة، إن طبعًا زي ما شُفنا إن الأهلي بدأ إنه يلعب ويمسك كورة ويطلع بالهجمة لقدّام في آخر ربع ساعة، فقدر إنه يستغلها ويجيب الجونين دول. أمّا نادي الزمالك اللي كان تقريبًا مستحوذ من الدقيقة 20 لحد الدقيقة 73 وزادت خطورته أكتر بعد نزول ناصر ماهر والجبهة الشمال بتاعة مصطفى شلبي وفتوح من أول الشوط التاني، ولكن ما كانش في اللي يخلّص. ده اللي كان فرق بين النادي الأهلي والنادي الزمالك في المباراة ديّة. طبعًا بعد كده مستر جوميز طلّع عبد الله السعيد ونزّل سامسون عشان خاطر يقدر يعمل محطة أو يقدر يطلع بالكرة لقدّام زي اللي عمله في مباراة الداخلية، ولكن الوقت ما أسعفوش طبعًا لإن المباراة كانت تقريبًا بتنتهي، وطبعًا راح رَد كولر بتأمين دفاعي إن هو طلّع حسين الشحات كجناح الشمال بتاع الأهلي ونزّل أكرم توفيق إن هو يقدر يدافع. ولكن طبعًا الوقت ما أسعفش مستر جوميز إن هو يحصل حاجة أو يقدر التغيير دوّة يغيّر له المباراة، وانتهت المباراة طبعًا بفوز النادي الأهلي بكأس مصر بنتيجة 2-0. طبعًا في نهاية المباراة نقدر نقول إن مستر كولر قدر يعمل اللي هو عاوزه، قدر يسيب المباراة لنادي الزمالك، ووقت أمّا كان عايز يكسبها قدر يكسبها بالتغييرات. نقدر نقول برضه على مستر جوميز إن هو مدرب كبير جدًا، هنشوف الزمالك بصراحة الفترة الجاية في حتّة تانية، هينافس بالذات كمان لو كان في quality لعيبة أعلى من اللي موجودة معاه. مدرب بصراحة كويس جدًا للكرة المصرية عمومًا مش بس لنادي الزمالك. زي ما قُلنا طبعًا أو زي ما علّق جوزيه مورينيو في الإستوديو التحليلي، المباريات النهائية بتتلعب يعني بتتكسب قصدي مش بتتلعب، يعني مش لازم تطلّع كرة ممتعة، بس تقدر تدير المباراة وتخلّصها. آخر حاجة طبعًا أقول أو آخر حاجتين طبعًا حسن المستكاوي إضافة كبيرة بصراحة في التعليق. يمكن عشان خاطر أنا باحبه أو يمكن ليه ذكريات من الطفولة معايا، لكن بصراحة كان التعليق أفضل من إن يبقى كابتن مدحت لوحده. شيكابالا لا تعليق، هو وجمهور الأهلي قصة لا تنتهي، مش عايزين نخوض فيها. طبعًا تنظيم المباراة مش هنتكلم عنه، الانبهارات اللي إحنا شُفناها من عمرو دياب، من توتي، من رونالدو، من مورينيو ذات نفسه في الاستوديو التحليلي، مش هنتكلم عليها لإن هي طبعًا إيه، خارج التعليق وخارج الكلام.